السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم ياسين حظاظ، محترف 30 سنه خبره في الميدان. جيناكم بالخبره هذه تاعنا باش نسهل عليكم شويه طريق للتفوق والنجاح. يعني النجاح له اسباب، والاسباب هذه جيناكم بها على 5 نصائح في مهنه الحلاقه للمبتدئين ولا اللي حابين يبدوا في مهنه الحلاقه. نبدا بالنصيحه الاولى. النصيحه الاولى هي لازم تحدد الهدف تاعك وحاب توصل به في مهنه الحلاقه. تكسب شويه مال والا تكسب صالون وصاي، والا تكسب شهره واسعه ونجاح باهر. على بالي كاين اللي قادرين يشوفوها حاجه بديهيه، مي غادي ننصحكم بلي هي الاساس للنجاح من العلاقه. الله ما نكذبوش على بعضنا، الهدف المادي كله بدينا به وكله نخمموا باش نبداو به، كل واحد ووضعيته، كل واحد وحالته الاجتماعيه اللي راهو عايشها. مي انا نصيحه ليك الاولى انه ما تركزش على الجانب المادي وحده، لازم تفكر ياسر في الجانب المعنوي. الجانب المعنوي هذا واش يتعلق بالشهره والنجاح الاسم تاعك باش تروح به بعيد، هذه واحده. وهذا الشهره والنجاح تاع الاسم تاعك راح يكون ماديا افضل بكثير من الاخمام المادي اللي بدينا به احنا كامل النهار الاول، بسبب وضعيتنا كما قلنا الاجتماعيه اللي خلاتنا نمتهنوا مهنه الحلاقه هذه الضربه الاولى ماديا. ما نبقوش غير نستهلكوا مهنه الحلاقه ماديا، باسكو مهنه الحلاقه راهي فن قادر توصل بها لابعد المجالات، تولي في المحافل الدوليه، تولي معروف اسمك في كل مكان، اسمك هذاك نجم تعمل صفقات مع مؤسسات كبيره تاع برودوي كوسميتيك. يعني عندك 1000 طريق قادر توصل بها للنجاح تاعك. مي الاساسيات اللي قاعد نسمي لك فيهم هذو هما. نصيحتي ليك المهمه انه في اي حاجه حاب تقدم لها في حياتك، بلا ما نحكوا على الحفافه، حب المهنه هو الاساس للنجاح في اي مجال، ان شاء الله في مهنه الحلاقه. ما دام تحبها وحاب تنجح فيها لازم تتعلمها، وهذا اللي راح يدينا النصيحه رقم 2. النصيحه رقم 2 تعلم. اول حاجه لازم تبدا بها هي انك تبذل كل جهد عشان باش توصل في المدينه تاعك ولا في الحي تاعك، انك تحوس على احسن حلاق اللي معروف بخدمته. كي يقول احسن حلاق يعني ذو خبره طويله في الميدان، اللي معروف عليه باللي يديه نظيفه وخدمته باهيه. الحلاق هذاك حاول انك توصل ليه، تتعلم على يديه، تدي عليه تقنيات الحلاقه اللي راح تختصر عليك مده طويله في المجال هذا، راح هو يربح عليك وقت باش انه يعطيك التكنيك اللي تنجم توصل به من الهدف تاعك مباشرة. يعني المدة تكون قصيرة وتدي فيها فايدة أكثر، ولازم تغتنم أي فرصة تجي. يعني ما تراقي والو، روح وشاشي في اليوتيوب، شوف هكا، تعلم عند الماتر تاعك. المهم تعيش الحلاقة، وباه تفهم المفهوم العام للحلاقة لازم تتصل بأقرب تكوين مهني عندكم في الناحية تاعكم، تدخل مع التكوين المهني، تعلم مجال الحلاقة النظري، وبصح يبقى لك التطبيقي لازمك تمارسه في المحل عند الماتر اللي قلت لك عليه الضربة الأولى. ومام فوق هذا كل ما تراقيش تسمع بدورة تدريبية مثلا لاحة ولا حاجة، حاول انك تشارك فيها. البرودوي وصلوا اللي يخدموا بها مثلا حاجه طوندونس، حاجه جديده، لازم تكون مطلع على كل شيء في مجال الحلاقه محليا ولا دوليا. النصيحه رقم 3 ليك انك لازم تتميز على باقي الحلاقين والا تاع المدينه تاعك ككل. وعلاه تتميز؟ تتميز باش يتحسن مدخولك المادي. وكيفاه تتميز يتحسن مدخولك المادي؟ يكون في الاسلوب المعامله تاعك مع الزبائن تاعك. ثاني حاجه انك تتميز في الاتقان للعمل تاعك، يعني يدك لازم هي اللي تكون ثاني متميزه، ولازمك تكون عندك لمسه خاصه اسمها التوش. هذيك هي الحلاوه تاع الخدمه تاع الكوافير، هذيك اللي نابعه من القلب، هذيك كي تخرج عنها، كي تعود عندك هذه الرغبه وهذه العزيمه وهذا الحب وهذوما اليدين وهذا السلوك، اسم المعامله للزبون، اللي راح تخليك تكون افضل الحلاقين اللي راحوا دايرين بيك في المدينه تاعك والا في الحي اللي راح تسكن فيه. راح تكون خير منهم معنويا وراح تكون خير منهم ماديا. اوكي، رجعنا للهضره الاولى، انك كيفاه تولي انت متميز ماديا ومعنويا. هذه طريقه سهله خلاص. النصيحه رقم 4 ليك هي صالون عصري. صالون عصري اذا كيف تقدر تكونه؟ سهل. نحن رايحين لك حانوت ولا عندك حانوت تاعك ولا ما على باليش كيف تكون. شوف الحانوت تركز ولا الا المحل اللي راح تفتحه يرتكز على الاساسيات. الاساسيات اللي هي وش هي الاسم الاشهاري تاعك في الله يكون، وعندك الفيترين تكون تبين الصالون تاعك من الخارج. الشعب اللي يعدي في الطريق يشوف الصالون دي، يشوف الديزاين تاعه، تحلالو في عينه. هذه اول حاجه، تحلالو في عينه، تكون الاضاءه باهيه، الصالون يبان عصري من برا، يدخل عندك الزبون يحب يشوف. كي يرتاح للصالون هذا كخطوه الاولى، كي شافوا في هيئه عصريه. اكد لك على حاجه ثانيه، الاضاءه لازم تكون مليحه في صالون الحلاقه، مليحه عليك انت لعينك باش ما تتعبش، ومليحه للجمهور ثاني كما قلنا يشوفك. هذا الزبون دخل عندك، عجبته الصالون دخل. دونك دخل عندك اول حاجه راح يقابلها وش هي الابتسامه تاعك، تكون عندك اخلاقيات المهنه، لازم يكون عندك استقبال رائع للزبون. كما نقولوا نحن يخلي الزبون يحس براحه معك، كان في الضمير، ما تنساهاش هذه.
نقول لك الضمير فاش؟ يعني النظافه، لازم تكون حلاق نظيف، حلاق نظيف كيف ما المناشف تاعك، الادوات اللي تخدم بها مثلا مع الكليون تاعك، الكليون يشوف بعينيه، البرودوي تاعك اللي تخدم بها ماهمش مغشوشين، هذه كلها داخله في اخلاقيات المهنه والضمير المهني. ما تنساهاش هذه، باسكو علاه تخدم قلبك نظيف يعطيك ربي، تخدم قلبك مش نظيف انسى، والله ما تنجح. هذه داها علي انا. النصيحه الخامسه وسائل التواصل الاجتماعي. لازم تستغل الفرصة بعد كسب ثقة الزبون، تستغل الفرصة معاه انك تعمل الجانب الاشهاري لمهنتك بالفوتو والفيديو. يعني مش معناها انت كي تخدم خدمة باهية وعجبتك خدمتك، علاه تخليها مخبية في الصالون تاعك واحد ما يشوفها؟ صورها حطها على وسائل التواصل الاجتماعي، عندك انستغرام، عندك الفيسبوك، تيك توك، اليوتيوب. وعلاه باش تصور خدمتك الاعلى، اللي الناس تشاهد يقول لك برافو برافو. اللي يعمل لك نقد مثلا اكزومبل بناء مرحبا به. هذوك الناس اللي يقلقوا، هذوك الناس كامل هذوك نعرفهم وتعرفهم، هذوك بلوك بلوك بلوك. تخليش يهبط لك المعنويه تاعك، وما تخليش ياثر فيك سلبيا في التخمام تاعك وين حاب توصل بالعلاقه. هذوما الناس اللي تلقاهم قدامك بصح ما تسمعش ليهم. هكا خويا الحلاق بين روحك للعالم، ووصل المحل تاعك في اي بقعه من العالم. هذه سنه باش ما يفشلوكش فيها الناس، مهما كانت المدينه تاعك ولا كيفها اسمها ولا منطقه نائيه ولا في قلب العاصمه. هذا ما يعنيش انك تتكسر وتنهزم. عندك وسائل التواصل الاجتماعي تنجم توصل بها لاي نقطه في العالم، الجمهور تاعك في اي نقطه في العالم. هذه نصيحه مني ليك. عمرها ما كان المدينه والا المنطقه تحدد لك المسار تاع النجاح تاعك. المسار تاع النجاح راهو يعتمد عليك انت ذاتيا. وما دامنا وصلنا مع موضوعنا لهذا اللحظه في هذا الفيديو، ما تبخلش على اخوهم باشتراك وبجام باش ان شاء الله يوصلك ديما جديد تاع النصائح اللي راح نقدموها ان شاء الله في مجال الحلاقه. مشكورين على المتابعه. نزيدكم نصيحه سادسه اللي هي حافظ على صحتك وهي الحلاقه، باسكو على كاين امراض مهنه الحلاقه المتعلقه بمرض الدوالي اللي هي ربي يعافينا ويعافيكم لباريس، الكلاوي، الجهاز التنفسي. نحذركم من المواد اللي فيها ماده الفورمولين، المواد الكيميائيه اللي تستعملوها في صالونات الحلاقه تاعكم، خاصه اللي فيها ماده الفورمول. الفورمول راه ماده خطيره على الجهاز التنفسي وعلى الجيوب الانفيه، هذه حطوها في بالكم بها. بصح نحن ننصحوك باللي لازمك الرياضه، المشي ولا الجري، تفكر روحك ساعه في تحليل نيه مليحه لك للبومو تاعك. لازمك تحافظ على روحك باش الماسك اللي تخدم به ما تخليش لافابير هذيك تاع بروتين وتاع الكيراتين تدخل لك البومو تاعك ولا تاع الصدريات. تحافظ على بدنك، تحافظ على بدنك، نجم تكمل الطريق تاعك. واذا عندكم اقتراحات او اسئله او استفسارات مرحبا بكم، خلوها لنا في لي كومونتير. نشوفكم خير ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله، ويا سلام.